السلام عليكم. قصتنا اللي هنحكيها النهارده من أغرب القصص اللي أنت ممكن تسمعها في حياتك. في 11 سبتمبر عام 2017 في روسيا، وتحديدا في موقع بناء، لما عامل من العمال لقي موبايل في الرملة ومن غير ما يكون عليه رقم سري. أخد الفضول وقلب في التليفون، ولما دخل على الصور فضل لمدة ربع ساعة يرجع، وكل زمايله بيسألوه بيقولوا له مالك، يشاور لهم على التليفون ومحدش فاهم حاجة، لحد ما ابتدى ياخد نفسه وابتدى يفرجهم على الصور. وكانت الصدمة لأن كل الصور كانت مجرد أشلاء لجثث بشرية، إيدين ورجلين وبقايا بني آدمين، وأجزاء بشرية متقطعة شرايح، ورؤوس متقطعة وما فيهاش لا عيون ولا مناخير. والأبشع كانت موجودة صورة الراجل متصور وهو حاطط الأشلاء دي في بقه. في الأول افتكروا الأشلاء دي لعبة، لكن لما ركزوا في الصور ظهر إنها حقيقة وإنها بقايا بني آدمين. وبسرعة بلغوا الشرطة، وطبعا كانت قضية فريدة من نوعها، لقيوا القاتل والدليل قبل ما يلاقوا الجثة. طبعا كانوا عارفين إنهم هيقدروا يوصلوا لصاحب التليفون، إن صورته كانت موجودة عليه، وفعلا وصلوا له. وكان اسمه ديمتري، كان عامل بناء وشغال في نفس الموقع لكن في مشروع بناء آخر. ومن هنا ابتدت تفاصيل أغرب قصص الجرائم حول العالم. ديمتري شاب عنده 25 سنة، من مواليد 8 يناير 1982، وطفولته كانت أصعب طفولة ممكن بني آدم يعيشها، وده لأنه كان عايش في دار أيتام رغم إن والدته كانت عايشة. للأسف ديمتري كان نتاج علاقة غير شرعية، لذلك والدته رفضت تماما تتحمل مسؤوليته ورمته في دار الأيتام لحد ما وصل 3 سنين. ومن هنا ابتدت الدنيا تضحك له من تاني، لما زوجين تبنوه وعاش معاهم 12 سنة، وعاش معاهم طفولة مثالية جدا، والكل كانوا بيشكروا فيه وبيقولوا طفل خجول وهادي. لكن الطفل الخجول الهادي ده اتغير لما وصل 15 سنة، وده بعد ما والدته بالتبني توفت. بعدها كل حاجة اتدمرت في حياة الطفل ديمتري، واترمى في الشارع لأن والده اللي اتبناه أسلوبه اتغير معاه، وكان شايف إنه مش هيقدر يتحمل مسؤوليته لوحده. في الأول الطفل ديمتري صعب على الجيران، وكان كل يوم يبات عند حد منهم، لكن للأسف محدش قدر يتبناه ولا يصرف عليه بشكل كافي، وكان يرجع ينام في الشارع تاني. وبسبب إنه كان مشرد ملقاش أي حاجة يعملها، ابتدى إنه يتجه للسرقة. ومرة الشرطة قدرت تقبض عليه ودخل السجن لمدة سنة كاملة، ودي كانت السنة اللي غيرت ديمتري تماما، لأنه داخل السجن أصيب بأشد حالات الاكتئاب، وكان شايف نفسه إنه إنسان مكروه وملوش أي قيمة، وقرر إن أول ما يخرج من السجن هيغير حياته تماما. فعلا أول ما خرج من السجن ابتدى يدور على وظيفة لغاية ما لقي شغلانة في موقع بناء، وأجر شقة وابتدى يعيش حياته. لكن للأسف علشان يخرج من حالة الاكتئاب ابتدى يتجه للخمور والمخدرات، وكان طول الوقت موجود في البارات، وكان بيحاول يكون صداقات جديدة. ومن هنا اتعرف على ناتاليا، وناتاليا للأسف كانت عايشة طفولة صعبة جدا ما تقلش عن طفولة ديمتري. لكن الفرق الوحيد إن ناتاليا قدرت تطور من نفسها لحد ما قدرت تدخل معهد التمريض، وبحكم وظيفتها اتعرفت على جوزها الأول، وده كان ضابط في الجيش الروسي. حياتها اتغيرت تماما وعاشت حياة سعيدة لمدة سنين طويلة. لكن للأسف بعد وفاة جوزها الحال اختلف، وخسرت كل حاجة، وما كانش سايب لها أي ورث إلا البيت اللي كانوا عايشين فيه. وبقي حالها حال ديمتري، أدمنت الخمور وطول الوقت في البارات عشان تنسى وعشان تتعرف على ناس جديدة. ومن وقت للتاني كانت بتعرض نفسها على طبيب نفسي، لكن الطبيب كان كل مرة يقول لها إنها سليمة ومش بتعاني من أي شيء، وإن دي كلها مجرد أوهام. ومع الوقت نشأت قصة حب بين ديمتري وناتاليا، وعرض عليها الجواز وإنه يعيش معاها في البيت اللي بتمتلكه. وابنها الكبير كان موافق وكان بيتمنى إنها تتغير عن كل اللي هي ماشية فيه. لكن للأسف الجوازة دي دمرتها، لأن ديمتري ساعد ناتاليا أكتر على شرب الخمور، وأهملت بيتها ومظهرها، وأهملت ابنها اللي ابتدى يستعر منها وينكر إن دي أمه. وبسبب كده ناتاليا خدت أصعب القرارات. ناتاليا اتفقت مع ديمتري إنهم يسيبوا البيت ويروحوا بيت تاني، ويبدأوا هما الاتنين سوا حياة جديدة ينتقموا فيها من كل الناس اللي بيكرهوهم. ومن هنا كانت نقطة تحول ديمتري وناتاليا، وتحولوا لأكلي لحوم البشر. والشرطة لما قبضت عليهم هما الاتنين بعد ما لقيوا التليفون والصور اللي عليه، حطوا كل واحد في أوضة وبدأوا يسألوهم عن الصور، وهما الاتنين أنكروا وقالوا إحنا ما نعرفش أي حاجة عن الصور دي، وإن ملهمش أي علاقة بالصور دي تماما. لكن الشرطة كانت قدامهم كل الأدلة،
اللي بتقول إن الاتنين دولت هم اللي قتلوا كل الناس اللي في الصور. وراحت الشرطة للبيت اللي كانوا عايشين فيه، ومن كتر الفوضى والإهمال والكركبة اللي كانت موجودة في البيت الشرطة نفسها ما كانتش قادرة تتحرك داخل البيت. لكنهم لقيوا أكتر بشاعة من كل اللي فات. لما فتحوا درج من أدراج الدولاب لقوا 10 تليفونات محمولة، كل موبايل فيهم عليه صور صادمة أكتر من التاني. منهم صورة لديمتري وناتاليا وهم عاملين وليمة دسمة من لحوم البشر، ومعاهم على السفرة أكتر من 15 شخص. ومن ضمن الصور صورة رأس بشرية محطوطة وسط طبق وحواليها جزر وخس، وشايلين العيون منها وحاطين مكانها زيتون، وشايلين الأنف وحاطين مكانها ليمون. والصورة دي كانت بتاريخ 28 ديسمبر 1999. واكتشفت الشرطة إنهم ليهم سنين بيعملوا كده، مش موضوع جديد عليهم زي ما كانت فاكرة الشرطة، وإن بقالهم 18 سنة وهم بيعملوا كده. والصورة ما كانتش الحاجة الوحيدة اللي لقيتها رجال الشرطة، كمان لقيوا في البيت علب مخلل لأجزاء بشرية، علب متنوعة اللي فيها عيون واللي فيها صوابع واللي فيها أجزاء من الطحال والكبد، حاطينهم في التلاجة ومخللينهم. ده غير الجلود المسلوخة، لأنهم كانوا بيسلخوا فروة الرأس لضحاياهم بشعرها، وكانوا بيستخدموها كبواريك ليهم في البيت. وكمان لقيوا كتاب طبخ لناتاليا، كانت كاتباه بخط ايدها عن طريق طبخ لحوم البشر، وكانت بتصور فيديوهات وهي بتطبخ البشر وازاي بتخلل البني ادمين وطريقة تقطيعهم، وازاي توصل لطريقة مثالية لكل قطعة من جسم البني ادم. واكتفت الشرطة بكل هذه الدلائل، ولكن فضلت حاجة واحدة قصاد الشرطة، انهم مش عارفين يثبتوا كل الجرائم اللي ارتكبوها، لان لا توجد جثة. وبكده مفيش دليل قاطع على الجثث، يا اما اكلوها يا اما خللوها. مفيش اثبات ضدهم، ولا قدروا يتعرفوا على الضحايا او يلاقوا اي حاجة ليها علاقة بيهم، وخاصة انهم بدأوا في اكل لحوم البشر من سنة 1999 ما عدا جريمة واحدة بس، وهي اخر ضحية قتلوها، وكان اسمها إلينا. كانت في منتهى الجمال، كانت على علاقة صداقة بديمتري وناتاليا، لكن ناتاليا كانت بتشعر بالغيرة من إلينا على جوزها، عشان كده قالت لجوزها لازم تكون وليمة من الولائم اللي بنعملها. بعد ما ذبحوها رفضت ناتاليا انها تاكل لحمها، وقالت ان انا هكتفي بس اني اخللها. ورموا بقايا جثتها في اماكن بجوار البيت، واعترف ديمتري بتفاصيل الجريمة دي كلها. لكن ناتاليا فضلت مصممة على موقفها وانها ما تعرفش اي حاجة. وفي 2019 صدر الحكم على ديمتري، وزوجته ناتاليا خدت 10 سنين مع الاشغال الشاقة. لكن بعد سنة واحدة بس خرجت ناتاليا، وده نتيجة اسقاط الحكم عنها، وقالوا انها كانت محرضة على القتل فقط. اما ديمتري اتحكم عليه ب 11 سنة سجن مشدد. وفي نفس السنة اللي خرجت فيها ناتاليا ديمتري مات وهو جوه السجن، وده كله كان بسبب مرض السكر. لكن بعد كام شهر رجعوا حكموا ناتاليا من تاني، واثبت انها متورطة بالفعل في قتل إلينا، وحكموا عليها ب10 سنين اشغال شقة. وبعد الحكم عليها انتشرت قصتهم، وناس كتير اكدوا انهم ما كانوش بيكتفوا باكل لحوم البشر، ده كمان كانوا بيبيعوها للاطفال في المدارس، وانهم كانوا بيشتغلوا في الموضوع ده ولسنين طويلة، وده كان مصدر رزقهم الوحيد. وانتهت قصة اكلي لحوم البشر بموت ديمتري وحبس ناتاليا. قولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات على الحكم اللي هم خدوه. انا من رأيي الناس دي كانت مفروض تتعدم بدل المرة 1000. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام عليكم.